السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد الكرداوي، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أنا بس والله مش صعبان عليا غير الناس اللي راحت بالقطر دي مشوار دبت لها بتاع 14-15 ساعة، في الآخر اتغلبوا من أسوان وقطار السعادة وقطار الليلة البيضة، وراحوا كلوا على دماغهم من أسوان ورجعوا. تماسيح النيل اللي افترستهم ما عادش فيهم حد سليم. مش بس كده، لا كمان الاهلي يكسب بيراميدز 3-0 عشان يتسع الفرق بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في الصداره الى 3 نقاط، ويتربع النادي الاهلي على صداره الدوري ب 27 نقطه مقابل نادي الزمالك اللي بيروح لمركزه المفضل واللي المركز المعتاد بالنسبه له وهو المركز الثاني ب 24 نقطه. بس حابب اقول لك حاجه، الكابتن ايمن الرمادي كمان بعد الماتش راح يسلم على فريرا يقول له هارد لاك، بيقول له عايزك بس تلعب كده قصاد الاهلي. طب ما بتلعبش انت ليه قصاد الاهلي؟ كنت كسبت السوبر، يعني كنت كسبت السوبر بدل ما انت قاعد كده، او على الاقل كنت بقيت المركز الاول. انت شاطر بس ان انت تروح تتساوى معايا في النقط ويبقى فارق الاهداف ليك. الجماهير تحييك الماتش اللي فات، تطلع تقعد تعمل لهم كده. انت ايه محمد رمضان ده ولا ايه؟ انت بتشجع محمد رمضان؟ يقول لك المركز الاول، احنا الاول. طب احنا دلوقتي فين؟ الدوري لسه طويل والزمالك هيتعثر والاهلي هيتعثر وكل فرقه هتتعثر ومحدش عارف الدنيا فيها ايه. اعمل اللي عليك واشتغل واتعب وبعدين اطلع اتكلم وقول انا عملت وانا سويت. انما انت لسه متساوي معايا في النقط وبيني وبينك فرق اهداف وتقول لي انا مركز اول. طب ما اتفرج عليا النهارده كسبان بيراميدز 3. الاداء مش احسن حاجه، بس النادي الاهلي خد اللي هو عايزه من الماتش. النادي الاهلي ما كانش احسن حاجه وفي نفس الوقت كسب، لعب على الهجمه المرتده وقفل قصاد بيراميدز، وده اللي انت كزمالك كسبت بيه برضه بيراميدز. لان بيراميدز انت لو فتحت قصادها الخطوط عمرك ما هتعرف تسد قدامها. بيراميدز لازم تلعبها سواء كنت اهلي او زمالك، وانا برضه بتكلم عن النادي بتاعي الاهلي. لازم عشان تلعبها بالاسلوب اللي انت لعبت بيه النهارده، ان انت تعمل تكتل دفاعي وتلعب على كرات ثابته وتلعب على هجمات مرتده. النادي الاهلي جاب جون من شوطه من عمرو السوليه، وجون تاني ضربه ثابته، والجون الثالث هجمه مرتده الكره احمد سامي كتر خيره حطها في نفسه. ده توفيق من عند ربنا وتوفيق للمجتهد واللي بيجتهد. لعيبه النادي الاهلي النهارده لاول مره في الموسم انا بشوف اللعيبه عندها روح، لعيبه بتقاتل، لعيبه على كل كوره بتقاتل عشان تجيب الكوره، لعيبه بتحاول ان هي على قد ما تقدر تكسب الثنائيات. محمد هاني ايه يا ابني ده؟ ايه يا عم محمد الروح دي؟ شوف بيلعب بروح، حتى لو عنده مشاكل او بيقلش كوره في منطقه الجزاء او اي حاجه، بس بيلعب بروح. الكره هتدي لك. حسين الشحات بسم الله ما شاء الله، كريم فؤاد ربنا يا رب يشفيه ويقومه بالسلامه من الاصابه. برونو سافيو قاعد بيدور، هو عايز يعمل وشم جديد بصراحه، في وشم جديد هبله هو عايز يعمله فمش عارف يلعب. يا جماعه اول مره في الدوري اشوف جبهه علي معلول عطلانه عشان بس برونو سافيو بيفكر هو هيعمل انهي وشم النهارده. هيروح لواحد في التجمع يدق له على السمانه بنته او ابنه، ما تفهمش بقى. فجابت محمد هاني شغاله وجابت علي معلول واقف. عمرو السوليه بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني. اليو ديانج وحش. ياسر ابراهيم لسه بتكلم عليه وبقول ايه يا ياسر، على طول بيغرقنا وعلى طول بيعمل كرات غلط. بسم الله ما شاء الله عليه النهارده شايل له جونين 3. محمد عبد المنعم نفس الكلام، عشان ما ننساش اي حد. محمد الشناوي نفس الكلام. واحمد الشناوي ايه يا شنو؟ ايه يا احمد يا شناوي؟ الكره بتاعت السوليه جالك في نص الجون، انت ايه؟ ما تقريبا خايف يلمسها عشان هتبقى هاند بول، اتحسب عليه هاند بول. صدقني اسمع مني انا بقول حاجتين عايز اتكلم فيهم في الاخر. بس ما هو مصير سندوتشات اللانشون اللي اتوزعت على جماهير الزمالك وهم في القطر؟ ما مصير سندوتشات اللانشون؟ دي حاجه. تاني حاجه يا كابتن مدحت ابوس ايدك ركز بس وانت بتعلق. انا قاعد بتفرج تعبان ومتوتر وعايز اركز في الماتش. بقالك نص ساعه ما تعرفش ان كريم حافظ نزل، وكريم حافظ بيلعب بقاله نص ساعه وانت فاكره محمد حمدي. دي حاجه. الكره الثانيه اوفسايد يا عم البولندي، اوفسايد يا عم البولندي، يا عم البولندي اوفسايد، وهي مش اوفسايد. الكره اصلا مش اوفسايد، الراجل بيلعب صح، الراجل واقف صح، شايف الكره صح، وانت اوفسايد يا عم البولندي. ده باينه من كرواتيا ولا ايه؟ لا هو مش من كرواتيا، انت اللي مش شايف. مش عارف الراجل لما بيعمل صبغه الكابتن مدحت تقريبا بتنزل على عينه تخليه ما يشوفش. يا كابتن مدحت ارحمنا ابوس ايدك. اخر حاجه بوجه رساله لجماهير النادي الاهلي، كنتم على قدر الحدث في كل مكان في كل ملعب، بتكونوا على قدر الحدث، تشجيع مثالي، ما بتسيبوش الفريق، واقفين في ظهر الفريق كالعاده. ده اللي احنا تعاهدنا عليه حتى يعني نقابل وجه الله.
في النهايه بس لو عجبك الفيديو اتمنى ان انت تعمل لايك وفولو للصفحه، ولو بتتفرج على اليوتيوب تعمل اشتراك في قناه اليوتيوب، ويا ريت ما ننساش اللايك والشير الجميل، والسلام.